انا دلوقتي عارف ان انا الزد لو دخلتها على الاكتيفيشن فانكشن بتطلع لي 5 زد. فايفن لو الاكتيفيشن فانكشن دي بتاعتي لينير، الزد اللي داخله دي وهتطلع 5 زد هترينج من ماينس انفينيتي لانفينيتي. ولذلك الناس فكروا في حاجه زي السوفت ماكس. قال لك بمنتهى البساطه لو انت طالع معاك ارقام، اللي انا هعمله ببساطه اللي انا هاخد e to the power of the number اللي هو معايا 900 وهقسمه على e to the power of 900 وكل رقم موجود تاني. ايه فايده اللي انا عملته هنا ده؟ ان انا بنورماليز الفاليو اللي طالعه واضمن ان هي دايما ببروبابيلتي. الرقم بتاعي لو فرضت ان هو اكستريم خالص فال5 زد طلعت بماينس انفينيتي. قاموا عاملين التريك بتاعت e to the power of the number علشان يقدروا يهندلوا الحته دي، عشان e to the power of minus infinity في حد ذاتها هتطلع لي زيرو. ولذلك انا هضمن لو طلع بعد 5 زد اي رقم حتى لو قليل جدا بابروتش الماينس انفينيتي، اقل فاليو هتطلع عندي هتكون قريبه من زيرو. ولذلك انا لو عملت e to the power of the number ورحت بعد كده قسمت على كل رقم من الارقام، طبعا دي بتزيد على حسب الكلاسز اللي موجوده معاك، ورحت عملت النورماليزيشن اللي حصل هنا ده، انا هضمن ان الفاليو بتاعتي تطلع اقل حاجه بزيرو واكبر حاجه هتكون ب1.